تجارة الحشيش المرتبة الثالثة في العالم بعد تجارة السلاح والدواء، وتتفوق أيضا على تجارة النفط. حتى عام 2008 كانت المغرب تتصدر هذه التجارة، لكن مع قيام أفغانستان بزيادة مساحة زراعة هذا المنتج وهذا النبات لمساحات شاسعة بنصف أقاليمها كانت قد تفوقت على المغرب. نلقي نظرة على إنتاج أفغانستان من هذا المنتج وهو الحشيش، يبلغ 145 كيلوغرام للهكتار الواحد، هذا الذي جعلها تتفوق على المغرب. يقدر بين 1500 و 3500 طن سنويا، وتنتشر زراعته على نطاق واسع في نصف أقاليمها. نلقي نظرة على أيضا إنتاج المغرب من الحشيش. جاءت المغرب ثانيا حسب التقارير العالمية في إنتاج الحشيش، وهي تنتج حوالي 40 كيلوغرام في الهكتار الواحد منه، هذا يعادل 1000 طن سنويا من الحشيش، وهي تنتج تقريبا 40% من كمية الحشيش المنتجة في العالم. أيضا المغرب تعتبر هي المورد الأساسي بالنسبة للحشيش بنسبة 80% بالنسبة لأوروبا، وخصوصا إسبانيا وأيضا إيطاليا. تصدر لإسبانيا وإيطاليا ما يعادل 800 طن سنويا. هي تروج 20% من الكمية المنتجة من طرف تجار المخدرات في السوق الداخلية. 27% من الأراضي الزراعية النافعة بالنسبة للمغرب، وتتركز تجارة الحشيش فيها هي المناطق الشمالية. حجم التجارة، تدير تجارة الحشيش للمغرب تقريبا 12 إلى 13 مليار دولار سنويا، هذا يعادل مرتين مداخيل المغرب من قطاع السياحة. يحجز المغرب سنويا ما يزيد عن 100 طن من الحشيش، كله موجه للتهريب خارج المغرب. الآن نلقي نظرة على نسبة المدخنين للحشيش، وجاءت في المرتبة الأولى لبنان. اللبنانيون يستخدمون الحشيش مقارنة بالأنواع الأخرى من المواد المخدرة بنسبة 6.4%، تلاهم المصريون بنسبة 6.2%، الجزائريون 5.7%، والمغاربة 4.2%. هذا بالنسبة للعالم العربي. أما في أوروبا الأيسلنديون تربعوا على عرش استخدام الحشيش بنسبة 22.2%، إيطاليا 14.6%، وإسبانيا 10.1%. هولندا على الرغم من أن القانون الهولندي يعني يبيح استخدام الحشيش في الأماكن العامة وفي المقاهي، إلا أن الهولنديين لا يعتمدون كثيرا على استخدام الحشيش، فقط نسبتهم هي 5.4%. فرنسا تعتمد اعتماد حقيقي على الحشيش كمدخول يطلق على تجارة الحشيش باقتصاد البقاء. 100,000 أسرة فرنسية تعتاش من هذه التجارة. وصلت أحجام التجارة فيها ما بين 700 مليون إلى مليار يورو. هناك 1,200,000 مدخن منتظم للحشيش أيضا في فرنسا. النسبة الأكبر كما نعلم في عملية الزراعة والاستخدام هي للولايات المتحدة الأمريكية، نسبة 42.4% نسبة التعاطي للحشيش في أمريكا. تزرع أمريكا تقريبا 6,600,000 هكتار يتم زراعتها خارجيا، يعني خارج البيوت وخارج الأماكن، منها 430,000 هكتار داخليا، وهي تنتج 3 مليارات و150 مليون هكتار. الولايات المتحدة كما ذكرنا هي الأعلى في عملية تعاطي الحشيش، من بين عمر 15 ل 64 الأعمار التي تتعاطى الحشيش في أمريكا. أمريكا الشمالية وحدها فيها 31 مليون شخص يتعاطون الحشيش، وأمريكا الجنوبية حققت 10 ملايين شخص يتعاطون الحشيش. بريطانيا تحولت بعد فترة إلى عملية زراعة الحشيش داخليا. تم ضبط 7,865 مزرعة قنب في عام 2011-2012 تزرع الحشيش في مزارعها. ويست يوركشاير هي المنطقة البريطانية التي تشهد أعلى معدلات إنتاج القنب، 10 مليون شخص بريطاني من البالغين يستخدمون الحشيش. مصر تعتبر واحدة من الدول العربية الأكثر استهلاكا للحشيش وأكثر تداولا له. حجم الإنفاق في مصر وصل على الحشيش ل 8 مليارات و220 مليون جنيه سنويا، هذا يمثل 5.2% من عوائد الدخل القومي في مصر. ينتشر الحشيش بكثرة في المناسبات والأفراح بنسبة 54%.
في 2010 كان هناك أزمة الحشيش في مصر، والتي يقال أنه بعض يعني سببها الثورة التي حدثت اليوم. سبب الكساد نتيجة لعدة محاولات وإحباط عدة محاولات تهريب المواد المخدرة التي تأتي من الخارج، قيام بعض التجار بتخزينه لتعطيش السوق تمهيدا لرفع أسعاره، واستبدال الحشيش بإحدى المواد المخدرة الأخرى نتيجة لصعوبة دخول الحشيش إلى مصر. أبرز أنواع الحشيش الذي يتم تعاطيه في مصر هو الحشيش المغربي، والذي يأتي عبر طريق السلوم بين الحدود المصرية الليبية. سعر ربع القرش، والقرش هو عقلة الأصبع، يصل إلى 25 جنيه، بعد الكساد وصل إلى 75 جنيه. أما سعر القرش والربع قرش وصل إلى 120 جنيه وأصبح 470 جنيه. النوع الآخر المتوفر في مصر بالنسبة للحشيش هو الحشيش البلدي، يباع بالأوقية، تحتوي الأوقية الواحدة على 8 قروش. وصل سعر التربة التي تحتوي على 120 قرش إلى نحو 4000 جنيه. هناك 3 أنواع للحشيش متعارف عليها عالميا من سلالات نبات القنب. روداريس، وهو الذي يستخدم بالعادة لتلقيح النوعين الآخران، نبات القنب ساتيفا والقنب انديكان. أبرز أنواع الحشيش المنتشرة هو الأفغاني، والذي يعتبر من أفضل أنواع الحشيش من نبات اندياكان، وله رائحة قوية للغاية. هناك ما يعرف بالبيوت كوش، وهو نتيجة عملية تلقيح وتطوير لسنوات، أيضا له طعم خاص. وهناك ما يعرف بالشفق القطبي الشمالي، يزرع داخليا ويستخدم أكثر في هولندا، له طعم ترابي مميز. أيضا نلقي نظرة على الأنواع المتبقية من الحشيش المعروفة حول العالم. هناك ما يطلق عليه الأرملة البيضاء، وهي أيضا يعرف بقوته وتأثيره على الفرد، له طعم غريب نوعا ما. السديم أو الضباب الرقيق هو أصله من جامايكا، وهو أكثر الأنواع شيوعا. والثلج هو أقوى وألذ من أي نوع آخر من أعشاب العصر الجديد، يعتبر نتيجة لعملية تطويره. إذا كانت هذه أبرز أنواع الحشيش وأبرز الأرقام الصادرة حول هذه التجارة في العالم.